أفضل 10 أفلام مصرية جريمة وغموض لمحب التحقيقات البوليسية والتشويق والإثارة. الجريمة والغموض من أفضل التصنيفات اللي قدمتها السينما على مر السنين، لأنهم بيقدروا يخطفوا انتباه المشاهد ويثيروا حماسه وروح المحقق اللي جواه، وبيخلوه يعيش في عالم موازي مليان جرايم غامضة وتحقيقات وعصابات ورعب ومطاردات. عشان كده في الفيديو ده هنقدم لكم أفضل 10 أفلام مصرية غموض وجريمة في الألفية الجديدة، واللي هتخليك تعيش لحظات مليانة بالإثارة والتشويق. بس في البداية بندعوكم لزيارة موقع موفيبيديا، وده موقع خاص بينا ورائد في ترشيحات الأفلام والمسلسلات، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش قبل ما تبدأ تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات، لأن المحنة لسه مستمرة. ويلا بينا. أول فيلم معانا هو فيلم تراب الماس، والفيلم ده من بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني ومحمد ممدوح وإياد نصار. وقصة الفيلم بتحكي عن شاب اسمه طه بيشتغل في صيدلية وبيعيش مع أبوه في نفس الشقة. أبوه كان مدرس تاريخ قبل كده، ولكنه دلوقتي عنده إعاقة جسدية. وفي يوم من الأيام وهو راجع من الشغل بيتفاجئ إن أبوه مقتول في الشقة في ظروف غامضة. ومع تطور الأحداث طه بيكتشف أسرار غريبة عن حياة أبوه وما كانش يعرف عنها حاجة قبل كده، وده من خلال المذكرات اللي أبوه سابها له قبل ما يموت. ومن هنا بيبدأ يدخل في عالم مظلم مليان فساد وجرايم. الفيلم التاني معانا هو فيلم الفيل الأزرق، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيلي كريم ولبلبة وشيرين رضا. وأحداث الفيلم بتدور حوالين يحيى راشد، واللي بيشتغل دكتور نفسي، ولكنه بيعاني من شوية اضطرابات بعد 5 سنين من التوقف عن الشغل. فبيقرر يحيى إن هو يرجع للشغل تاني في مستشفى العباسية، وبيتكلف بكتابة تقرير عن حالة مريض نفسي، لكنه بيكتشف إن المريض ده كان زميله قبل كده. ومع مرور الوقت بيتأكد إن قراره بالرجوع للشغل كان أسوأ قرار خده في حياته، لأن اللي مستنيه هيقلب حياته تماما. والفيلم التالت معنا في القائمة هو فيلم الجريمة، والفيلم من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني. وبتدور أحداث الفيلم حوالين البطل عادل الناظوري، واللي بيعاني من مرض نفسي، واللي بيبدأ يسترجع كتير من ذكرياته القديمة. وأثناء ما هو بيحكي عن ماضيه الغامض بتبدأ تظهر مشاكل متعلقة باختفاء مراته نادية ومطاردة شبحها ليه، وبيكتشف عنها حقائق كتير جدا، وده بيخليه يدخل في صراع مزدوج ما بين مرضه النفسي ومواجهته ليها بالحقيقة. الفيلم الرابع معانا هو فيلم الوتر، والفيلم ده من بطولة مصطفى شعبان وغادة عادل وأروى جودة وأحمد صلاح السعدني. وقصة الفيلم بتدور حوالين جريمة قتل حصلت في ظروف غامضة ومريبة، راح ضحيتها الموزع الموسيقي حسن راغب. وهنا بتظهر ميسة وأختها منة، واللي حواليهم بتدور كل الشكوك والاتهامات في قتله. أما الفيلم الخامس معانا في القائمة هو فيلم عيار ناري، والفيلم ده من بطولة أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وأحمد مالك. وبنتابع من خلال الفيلم جريمة قتل حصلت في ظروف غامضة في وقت الفوضى والاشتباكات ما بين مجموعة من المتظاهرين وقوات الأمن، والجثة بتوصل للمشرحة، لكن الطبيب الشرعي بيكتشف إن ورا الجثة دي سر خطير، لأنها اتصابت بطلقة من مسافة قريبة جدا مش بعيدة زي ما كانوا متوقعين. فبيبدأ يدور علشان يحل اللغز. والفيلم السادس معانا هو الفيلم الغني عن التعريف ولاد رزق، الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم. وبتدور قصة الفيلم حوالين مجموعة من الإخوات بيقرروا إن هم يدخلوا طريق الجريمة بالاتفاق ما بينهم إن هم هيكونوا مع بعض إيد واحدة تحت أي وضع، وعلى أساس إن هم هيسيبوا الطريق ده في يوم من الأيام. بس بعد عملية معينة بيفشلوا فيها الخلافات ما بينهم بتزيد والصراعات بتبدأ تفرقهم.
الفيلم السابع معانا هو فيلم ملاك اسكندرية، والفيلم ده من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود. الفيلم بتدور أحداثه عن قتل رجل أعمال كبير، وبيتم اتهام مراته إن هي اللي قتلته، ولما هي بتحس بالظلم بتقرر إن هي توكل محامي شغال في مكتب محامي كبير كانت خلى عنها في وقت قبل كده. والإثارة بتزيد لما المحامي ده بينجح إنه يكتشف شوية أسرار ويحل كتير من الألغاز المتعلقة بالجريمة دي. والفيلم الثامن معانا هو فيلم نقطة رجوع. الفيلم ده من بطولة شريف منير ونور اللبنانية وهدي كرم ومحمد سليمان ومحمد شومان. والفيلم أحداثه بتدور حوالين حادثة غريبة، والزوجة بتقدر تنجو من الحادثة دي بطريقة غريبة، لكن الزوج بيتعرض لإصابات خطيرة وبسبب الحادثة دي بيفقد ذاكرته بالكامل، وده بيخليه يعاني وهو بيكتشف ماضيه، وبيكتشف أسرار كتيرة عن مراته وعلاقتها بأصحابها. ومع تطور الأحداث المفاجئ والحقائق الغير متوقعة بتبدأ تطلع للنور. والفيلم التاسع معانا هو فيلم الشبح، والفيلم ده من بطولة أحمد عز وزينة ومحمود عبد المغني وصلاح عبد الله ويوسف فوزي. وبنتابع من خلال الفيلم ده قصة الشاب أسعد اللي بيعاني من فقدان للذاكرة، وده بيخليه مش قادر يسترجع أي حاجة عن ماضيه، وبيحاول إن هو يكتشف ويعرف حقائق كتير عن نفسه. والأحداث كمان بتزيد إثارة لما الشرطة بتبدأ تطارده بعد اتهامه في جريمة قتل هو ما يعرفش عنها أي حاجة. والفيلم العاشر معانا هو فيلم كامب. الفيلم من بطولة أيمن الرفاعي ومحمد الخلعي وأمير هاني وريم هلال وياسمين جمال. والفيلم بتدور أحداثه في أحد الفنادق المهجورة واللي بتطل على الشاطئ في منطقة بعيدة جدا، وفي الفندق ده بتبدأ سلسلة من جرائم القتل الغامضة وبتستهدف مجموعة من الأصدقاء والناس اللي شغالة في الفندق. ولما بيحاولوا يهربوا من المكان ده بيكتشفوا إن عربياتهم متعطلة، وكمان كل تليفوناتهم مش شغالة، والشكوك بتزيد ما بين الأصدقاء وكل واحد منهم بيبدأ يشك في التاني، ومن هنا بتبدأ تتطور الأحداث. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، ولو وصلت معايا لحد النقطة دي ما تنساش بقى تشترك في القناة وتعمل لايك وتزوروا موقعنا، وسلام.